صدقوني يا جماعة، أنا كنت أبسط من كده. يعني كنت قاعدة تحت شجرة التوت والجوافة في الغيط، في عند جوافة عمو راجح. احنا ما عندناش جوافة، كنا بنزرع أرضنا عادي، بس عمو راجح جارنا عامل جوافة، وكنت بقعد هناك وانبسط و... واكتر حاجه بحبها ان انا اضرب القشطه تطلع زبده. كان حاجه تحفه. واحب اجمع بيض الفراخ، واحب اجمع الحاجات. لو في فاكهه احب اسرق الجو بتاعت عمو راجع. بس هي مش سرقه قوي، لان يعني هو اللي كان بيقول لي روح هاتي، بس انا كنت ببقى حابه ان انا اعمل نفسي كده يعني. ف ففجاه لقيت ان انا جيت امريكا. انا ما كنتش متوقعه ان انا اتقبل في انترفيو، بس اتقبلت وجيت. لقيت بقى عالم بقى تاني، كودينج ورامنج وفرونت اند وباك اند ودنيا. يعني دنيا. انا انا ابسط من كده، بس يعني بس انا اتحطيت قدام الامر الواقع. والمهم يعني الفرونت اند والباك اند، يعني التفاصيل دي الواحد ممكن يمشي في الكورسات وكده وهيلاقيها ماشيه. يعني لو بيذاكر حاجه هيلاقيها ماشيه. طب الحاجات اللي ماشيه دي بقى، لقيت اخويا بيقول لي لا اركني الحاجات اللي ماشيه دي على جنب، ما تذاكرهاش. طب اذاكر ليه؟ طب ما هو دنيا وليله، بس يعني الواحد قادر يفهم. لا، حل بروبلم سولفنج، داتا ستراكشر الجوريزم. طيب مش عارفه احل الحاجات دي، صعبه قوي. حل اكتر. طب بنحل الايزي الحمد لله، واتدربنا وبقينا بنعرف نحل الايزي. لا لا لا، ايزي ايه اللي انت بتحلي؟ ادخلي على ميديم بروبلم سولفنج ميديم. مش عارف. البروبلم سولفنج دي بقى الواحد بيقف قدامها كده يحس نفسه اللي هو انا مش مكاني هنا، انا كحيان. يعني يحس بقى بصوت عليش ولا كان اسمه ايه، انت كحيان يا انت كحيان يا عبير كده. يعني بحس ان هو واقف قدامي بيقول لي كده. ف وبعدين بقى اروح اطبخ او اعمل اي حاجه تانية او كده، احس بالذنب. امال انا جايه هنا ليه؟ المفروض اذاكر جامد. طب ارجع احاول اذاكر، الاقي عقلي بيهرب بقى، عقلي يجري اي حاجه، امسكي اي حاجه، اعملي اي حاجه، بس بلاش البروبلم سولفنج، صعب قوي. ودلوقتي قاعده في مطار عشان بروح الجامعه 3 ايام، قاعده في المطار والطياره سايباه مش فاتتني ايه في الطياره، فاتتني الطياره اتكنسلت. انا اول مره اعرف الهبل ده. انا كنت زمان الطيارات دي والحاجات دي حاجه كبيره كده، يعني ايه طياره تتكنسل؟ لقيتهم بعتين لي بيقولوا لي الطياره اتكنسلت، حجزت واحده تاني يوم وهبات في المطار. يعني انا قررت ابات في المطار، ممكن اخرج ابات في اي حته، بس انا قررت ابات في المطار. ف فصدق انا اغلب من كده بكتير، بس مش عارفه ايه اللي حصل فجاه كده. واللي عارفيني عارفين ان انا يعني غلبانه. يلا الحمد لله، الحمد لله. هل بقى بعد المرمطه دي؟ نعم. مش عارف، ما علينا. انا كان في حوار تاني بقى، ان انا بستراجل جدا في اللغه، بس بس الحمد لله. يعني دلوقتي انا مش فاهمه بقول ايه دلوقتي، او مش مركزتش، بس يعني بقيت بفهم شويه. اول 10 ايام جيتهم دولت اللي وي، ولا حد فاهمني ولا فاهمه حد ولا عارفه اتكلم. ودماغي بقى اول ما يجي اقول كلمه بسيطه انا عارفاها، تلاقيها اتربكت كده وطلعت اي كلمه تانية. يعني انا كنت بقول للراجل، عايزه اقول له كلمه باستا ولا مش عارفه، ما علينا. قلت له كلمه تانية خالص، اللي هي الكلمه بسيطه هنا، انا مش عارفه اقولها ليه. ايه اللي حصل؟ فحاول الموقف كده لما تلاقي تتكلم واحد اجنبي كده امريكاني وعمال يرطم يرطم يرطم، وانت مش لاحق اي حاجه، وانت عايز تقول اي حاجه، فدماغك انا دماغي مش بيبروسس الحاجات الكتير كده مره واحده. يعني واحده 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 واحده، وبلاش كل ده. مهم يعني، مهم. كنت عايزه اقول ايه، هل انا بعد ده كله هلاقي شغل؟ هل هلاقي شغل؟ انا لو اشتغلت يعني مش عارفه اقول ايه. اتمنى ان انا اشتغل، ادعوا لي يا جماعه ان انا اشتغل.
واعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وكده، عشان لو ما لقيتش شغل يعني يمكن اليوتيوب يدعم. هو ما فيش اي الشانل فاضيه خالص خالص، عشان دي تشانل جديده انا عاملاها للرغي. سلام يا جماعه، سلام. كفايه هبل، كفايه هبل. اروح اشوف اكل ولا انام ولا اعمل حاجه في اليوم ده.